طبعا الفيديو ده انا هتكلم معاك فيه عن حتة مهلبية لونها جولد واسمها فيزا بنك مصر. حاجة كده من اللي هي عدى عليها زمن عشان احنا ممكن نشوف زيها تاني، وللأسف مش هتشوف زيها تاني. فيزا بنك مصر المشتريات هي اعلى مميزات موجودة عن تجربة في الفترة دي بالنسبة لي. وهقول لك المميزات تقدر تحكم بنفسك، بس قبل ما اتكلم معاك عنها عايز اقول لك لو تكرمت، لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وممكن تعمل شير، بس ما تنسانيش في الاشتراك لان بجد ده هيكون دعم ليا وانا مش هكبر غير بيك. بالنسبه لفيزا مشتريات بنك مصر واختص النهارده الفيزا الجولد بتاعتهم، هي ليها عمليه سحب وشراء وسحب نقدي ومحلي ودولي وسداد بالجنيه المصري، وان انت ممكن تستخدم الحد بتاعها كله ال100% في السحب النقدي، وان انت ممكن تعمل اصدار لعدد ما لا نهائي من البطاقات الاضافيه، زائد ان انت ممكن تستخدم البطاقه من خلال شبكه الانترنت بتصل الى 56 يوم، واقل حد ادنى للسداد هو 5% من المشتريات الشهريه، والسداد بيكون من خلال مكن الاي تي ام او الايداع او كافه البنوك او طبعا انستا باي 24 ساعه في اليوم، وفي المطارات وفي الفنادق. يعني انت كده كده مش هينزل عليك غرامه. اما بالنسبه لعروض وتخفيضات هي موجوده في ارقى المراكز التجاريه. وحضرتك انا عايز اقول لك ان انت النهارده لو جيت تكلم العربي هتلاقي بيقول لك تعالى خد من عندي السخان عرض بدون رسوم، بدون فايده، بدون مصاريف اداريه. وبالنسبه لتطبيق برايس ليست سبيشال الموجود عليهم، ده عليه خصومات بتصل ل 11% من اماكن كتير جدا. اما بالنسبه لخدمات الرسائل النصيه بتاعتهم، هي بتجيلك لما تيجي تعمل عمليه شراء او ساعه الاصدار، او تجيب لك الستمنت الشهري وتوضح لك المبلغ اللي انت المفروض تدفعه من الحد الادنى. اما بالنسبه للبطاقه نفسها انت ممكن تستخدمها في ان انت تقسط عمليات السحب النقدي اللي خدتها والمشتريات على فتره بتصل ل3 سنين بعائد مميز جدا وعن تجربه. بس خليني اقول لك ان الفيزا دي انت ممكن تقسط فيها مع تجار كتير جدا متعاقدين مع البنك لمده 5 سنين بدون فوائد. ايوه بدون فوائد. وعلى فكره الفيزا دي انت بتاخد 2 نقطه على كل جنيه بتصرفه من مشترياتك المحليه او الدوليه، تقدر تاخدهم بونص او كاش باك ينزلوا في الكارت بتاعك تاني. وتقدر تستمتع ب 10000 نقطه ترحيبيه لما تصرف 1000 جنيه من الفيزا في اول 3 شهور من الاصدار بتاعها. خليني اقول لك ان كده المميزات لسه ما خلصتش. ليه؟ عشان برنامج المكافآت اللي قلت لك عليه اللي هو فيه 2 نقطه انت ممكن تستبدلهم كالاتي: ممكن تاخد قسائم شراء الكترونيه وتقدر تستخدمها في المواقع الالكترونيه عن طريق بي ام اونلاين، وممكن تستبدلها من احدى النقاط المباشره للتجار المتعاقدين مع البنك، او تعمل لها كاش باك استرداد نقدي ينزلوا في الكارت بتاعك. استخدامات الفيزا دي ممكن تستخدمها من خلال الانترنت او تستخدمها بره، بس تكلم البنك تعرفه ان انت مسافر، او تستخدمها في مشترياتك الشهريه وفيها الكونتاكت ليست. ممكن تستخدمها بدون رقم سري داخل الجمهوريه. اما بالنسبه للحدود بتاعت السحب ممكن تسحب منها 30000 جنيه في اليوم كاش، ممكن تعمل منها معاملات ب 250000 جنيه يوميا، وممكن تعمل منها سحب نقدي في مصرفي خارج مصر ب 3000 جنيه شهريا. والحد الائتماني بتاعها كان من 3000 جنيه ل 10، النهارده تقريبا مرفوع ل 25000 جنيه. بالنسبه لمصاريف الاصدار السنويه هي بتبقى 250 جنيه، وبالنسبه للبطاقات الاضافيه بتبقى رسومها 150 جنيه، وبدل الفائده او التالف بتبقى رسومه 100 جنيه. اما بالنسبه للسحب النقدي من الاي تي ام بيكون 2% من المبلغ المسحوب او 15 جنيه. اما بالنسبه لخدمات استعلام عن الرصيد الخاصه ببنك مصر هي مجانيه من عن طريق المكن، زائد ان هو بيجي لك بيها رساله. بالنسبه للفايده هي 4% شهريا. بالنسبه لغرامه التاخير هي 75 جنيه على التاخير. اما بالنسبه للاوفر ليميت او تجاوز الحد الائتماني هو 75 جنيه. اما بالنسبه للسحب النقدي خارج مصر هو 3% من قيمه المعامله او 50 جنيه بالحركه. اما بالنسبه لاهم نقطه موجوده معانا النهارده موضوع تقسيط
الفيزا بعدد الشهور هو بيتلخص في الآتي: 3 شهور الفايدة بتاعتهم 2.81%، الست شهور الفايدة بتاعتهم 2.77%، التسع شهور الفايدة بتاعتهم 2.76%، ال 12 شهر الفايدة بتاعتهم 2.73%، 18 شهر الفايدة بتاعتهم 2.67%، أما بالنسبة ل 24 شهر الفايدة بتاعتهم 2.83%، أما بالنسبة ل 36 شهر الفايدة بتاعتهم 2.56%. لو أنت عايز تقسط العملية بتاعتك، وعايز أقول لك إن أنت عشان تبقى تو بي سمارت في استخدام فيزا مشتريات بنك مصر، خد الكارت واقعد اتفرج على العروض المقدمه مثلا من رايا، مثلا من العربي، من الاماكن الكبيره اللي هي مور تراست او تقدر ان انت تثق فيها اكتر. بيعملوا عروض تريبل زيرو، زيرو فايده، زيرو فوائد، زيرو مصاريف اداريه لحاملي بطاقات فيزا ماستر كارد. وعايز اقول لك ان الكارت ده انت ممكن تشتري بيه لمده 56 يوم وتدفع في خلالهم مش هينزل عليك فايده. ولو اديتك مثال هقول لك ان الاستيتمنت بتاع الكارت ده بينزل عليك يوم 27. يعني انت لو اشتريت بالكارت ده يوم واحد هيعدي عليك لحد يوم 30، يبقى كده 30 يوم وهتدفع يوم 27. اشوفك فيديو جديد.